ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل لكم فيديو كده بسيط جدا جدا. في عز السقعه والشتاء اللي احنا فيها ديت، عايزين بقى حاجه تدفينا وكمان ما نكلفش فلوس، لان الحاجه بقت اسعارها ما شاء الله غاليه جدا. فانا صراحه كل الحاجات دي كانت عندي في التلاجة، فقلت ايه اقوم بعمل لهم حاجه كده دافيه، لان كنا قاعدين بقى بالليل، كنا الجو تلج. فقلت اعمل لهم بقى هوت شوكليت بالحاجه اللي موجوده عندي في البيت، ما اشتريتش حاجه ولا اي حاجه. كان عندي كوبايتين لبن، ولو عندك لبن بودرة حطي، ما عندكيش مش مشكلة خالص. وكمان حطيت عليهم سكر ومعلقتين نشا وكمان معلقتين كاكاو. وبعد كده عملت بقى ايه، حطيتهم على النار وصبناهم. ودي كانت عندي مهلبية برضو كوباية لبن، وحطيت عليهم كوباية مية وشوية سكر وشوية نشا. وكانت احلى قعدة واحلى سهرة. وكمان دفيت البيت، وكمان المهلبية كانت جميلة جدا. يعني حاولي تدفي بقى اولادك وعيلتك بكمان باقل الامكانيات، وما تصرفيش فلوس كتير. ده الفيديو بتاع النهاردة، وكمان حبيت بس اشاركه كده. يعني ايه، قلنا بقى نشوف الافكار كده مع بعض في الجو اللي احنا فيه ده. يعني ده يعتبر هوت شوكليت، بس بتاع ايه يعني، من غير تكلفة ومن غير فلوس كتير. ولا بقى جبت لبن بودرة ولا حطيت اي حاجة تانية. هو كان عندي شوية لبن في التلاجة ومعلقتين كاكاو ومعلقتين سكر ومعلقة نشا، وكمان حتة شوكولاتة كده، والله كانت عندي بقالها فترة طويلة يعني. فقلت بقى اقوم حطها عليها. ولو عندك فانيليا حطي. وخلاص على كده هنقلبها لغاية ما الخليط ده كله يسخن بقى، ونصبه في الكوبايات. ونروح بقى نتدفى كده قدام بقى التلفزيون بقى، مسلسل حلو كده، فيلم حلو. وبقى تحت البطانية كل واحدة فينا يشرب كوباية كده، وكمان بألف هنا وشفا. حاولي تعملي جو أسري وجو عائلي من غير ما تكلفي نفسك. وده كان الفيديو بتاع النهاردة يا حبايبي. يا رب ما تنسوش بقى ايه، يعني من فضلكم شيروه، اعملوا لي اشتراك، اعملوا لي لايك. اشوفكم بقى على خير وفيديو جديد. مع السلامة.